جنب هنا كده واخش. لسه صاحي من شوية. بس الحمد لله النهاردة صحيت صلاة الفجر يعني. وبعد كده نمت تاني يعني كالعادة. فالنهاردة مقرر يعني إن أمسح أكتر تطبيق استخدمته آخر 28 يوم. أنا أصلا آخر 28 يوم مستخدم التليفون 270 ساعة، حوالي 270 ساعة يعني. والتطبيق اللي استخدمته أكتر حاجة كان التيك توك. مستخدمه حوالي 85 ساعة أو حاجة و80 ساعة برضه. فده أول تطبيق همسحه يعني، لعل وعسى نخف عادتنا على التليفون شوية. حاليا أكتب المهام اللي ورايا، سواء بقى المهام الدينية أو المهام اللي أعملها في يومي. وفي كم حاجة كده كنت عايز أضيفها في نص الفلوج ده، يبقى فلوج طبعا. إن شاء الله معايا كتاب رسالة من القرآن، فإن شاء الله ناخد كم رسالة عشوائية كده ونقولها لكم في نص الفيديو، لعلها تبقى رسالة تفاؤل لينا إن شاء الله. وبس كده، يلا نبدأ اليوم وبسم الله نتوكل على الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بعد ما كتبت المهام اللي ورايا هبدأ مذاكرة دلوقتي، وهذاكر بقى بالحب الصراحة بقى يعني، مش هعمل تايمر ولا الجو ده. هذاكر لحد ما أقفل من المذاكرة خالص، بحيث أقضي أكتر وقت في المذاكرة. لأن أنا بحس ساعات لما بقوم أخد البريك 10 دقايق ولا ربع ساعة ما بحبش أرجع أذاكر تاني يعني. فقررت النهاردة إن هفضل أذاكر لحد ما أزهق، وبس كده. هنشوف بقى بقية اليوم هيمشي معانا إزاي يعني. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين وبعد ما خلصت جزء من المذاكرة اللي ورايا وصليت وعملت برضو شوية تمارين خفيفة كده، ودلوقتي هطلع أسقي الزرع وأقرا شوية في كتاب التغير الأفضل. وأنا بقرأ يعني هنزل لكم رسالة من القرآن، هنزل لكم ممكن رسالتين ولا حاجة، بحيث برضو وأنا بقرأ يبقى أنتوا بتقرأوا معايا. فدلوقتي هطلع أسقي الزرع وهنزل كمل المذاكرة اللي ورايا وبس كده يعني. وفي نصيحة للثانوية العامة لا في آخر الفيديو إن شاء الله. بس ونسيت أقول لكم على حاجة، كان في واحد سألني على الأباجورة ديت أنا كنت شاريها من أمازون أونلاين. فهي حلوة ومش وحشة في نفس الوقت، هي وحشة قصدي ومش حلوة في نفس الوقت يعني. أنا ما بين البنين كده. هي ليها 3 إضاءات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأولى والتانية والتالتة تمام، وهي شاحن تايب سي. فهي عيبها اللي هي بشاحن وبطارية، وبرضه ميزتها اللي هي من غير سلك، فبتتنقل بيها بأي حاجة. ممكن تستخدمها إضاءة لو أنت بتصور فيديوهات، ممكن تحطها في أي حتة عادي. بس البطارية بتاعتها ممكن تخلص بسرعة برضه.
وكمان الميكانيزم اللي فوق ده هو في الأول كان ثابت، يعني ممكن كنت بتحطه كده يثبت كده يثبت، فلازم دلوقتي ترفعه لفوق كده عشان يثبت، أما لما بتنزله لتحت بينزل لتحت كده. فدي كان ملخص سريع للأباجورة يعني. بس أنا أفضل اللي من غير سلك أحسن، اللي قصدي اللي بسلك أحسن، يعني الأباجورة من سلك أحسن، اللي هي بتبقى فيها لمبة دي أحسن يعني. وبس كده. لك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. حاليا خلصت قراية الحمد لله، وجي وقت النصيحة. طبعا فاضل شهر على الامتحانات، امتحانات الثانوية العامة طبعا. فالمطالب منك دلوقتي انك تحاول تتعب بقدر الامكان، يعني مش التعب، يعني تعب رهيب. انا عايز تطلع اقوى حاجة من عندك، اقوى حاجة عندك طلعها. بحيث مثلا انت لو مطالب منك انك تركز في مذاكرتك 100%، انت حاول تركز 200%. حاول بقدر الامكان انك ما تضيعش ساعة واحدة في حاجة تافهة، لا مذاكرتك اولى بيها، عشان طبعا المجموع اللي انت عايزه، عشان مستقبلك، عشان حاجات كتيرة قوي. ف وتتعب الشهر ده، يعني حاول بقدر الامكان انك تتعب الشهر ده، تتعب جامد قوي كمان عشان ما تندمش السنين الجايه. والله قالت لي ذاكر واتعب واعمل اللي عليك، عشان ما تجيش بعد النتيجه ما تطلع تندم. وفعلا ندمت، حتى وقتنا هذا لسه بندم والله. فاعمل اللي عليك عشان ما تندمش، وساعتها مع كل سنة هيجي فيها ثانوية عامة هتقول يا ريتني ذاكرت عشان ابقى زي الناس اللي جابت مجاميع ديت. فما توصلش نفسك المرحلة ديت، واتعب وذاكر واجتهد، وان شاء الله ربنا يوفقك. وحاليا ممكن تكون دي نهاية الفيديو، فانا اصلا كده كده اقوم اذاكر شوية كده. بس يعني اشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.